المكان ده عمل الحواوشي المصري الصح، وحط الشاورما الفراخ على الشاورما اللحمه، والحلو كان خطير. نص ده فتح فرعه الجديد في مدينه نصر في اخر مكرم عبيد، بيعمل شاورما لحمه وشاورما فراخ وحواوشي، بس عمل اختراعات وافتكاسات في كل حاجه، زي الشاورما الفراخ اللي حط عليها صوص ريحان كده كان طعمه حلو قوي، وجه مثلا على الشاورما اللحمه حط عليها صوص تكساس كان مديله تيست مختلف عن الطحين. وزي ما قلت لكم مسك سندوتش الهمر وحط شاورما لحمه وعليه شاورما فراخ. بس اكتر حاجه انا بحبها هناك وبحترمها قوي مدينها هم حقها هي الحواوشي، وبيحطوا جوه فرن عشان يستوي على الفحم. ولو جينا على الاختراعات فهو اول واحد حط على الحواوشي اذا كان الشاورما اللحمه او الشاورما الفراخ. نص دست بوكسات المزاج، وهو كمان عامل بوكسات عليها عروض خطيره، زي البوكس اللي فيه حواوشي فراخ وعليه شاورما فراخ وسندوتش شاورما محترم، وكمان البابلز دي كانت حلوه قوي عجبتني جدا. بيبسي كولا صناعه مصريه. البوكسات عندهم بتبدأ من 133 جنيه، حواوشي فراخ وحواوشي لحم، كبسولة والبوكس ده كمان على فكره هم عاملين 9 بوكسات باسعار مختلفه. طب انتوا عارفين ان ده اكتر حاجه انا بحبها في نص دستة؟ رغيف الحواوشي اللحمه اللي عليه شاورما لحمه تحفه. والحلو من داستا كافيه دوم بعيش البريوش جواه ايس كريم وكراميل ومارشميلو، حكايه وعجبني جدا. وبكده